مساء الفل على عيونكم. معاكم أكلة وقصة. لو أول مرة تشوفوني متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير. كل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض الكشري المصري بكل أسراره وكل تريكاته بطريقة سهلة وبسيطة جدا. هنعمل الدقة وهنعمل الشطة والصلصة وكل حاجة، وهقولك على السر بتاع البصل المقرمشة اللي مش هتطرى معاكي نهائي. أول حاجة هنبتدي بيها البصل بتاعنا. أنا هنا معايا 3 بصلات كبار زي ما انتم شايفين كده، قطعتها نصين وبعد كده هنبدأ نقطعها شرايح رفيعة. أهم حاجة في البصل إن انتي تقطعي الشرايح رفيعة جدا. أنا لا هستخدم دقيق ولا نشا ولا أي حاجة خالص، هتنشف معاكي وهتطلع جميلة جدا. هقطع أنا كمية البصل دي مع نفسي وبعد كده نيجي نقليه. معايا هنا طاسة كده فيها زيت سخن. حطي حبة زيت حلوين كده عشان الزيت اللي احنا هنستخدمه النهاردة هنستخدمه معانا في الوصفة كلها. نزلت بقى عليها بشوية من البصل وفضلت أقلب فيه كده تقليبة بسيطة لحد ما أخد لون أشقر فاتح. طلعت البصل بقى من الزيت وسبته على الرخامة يا دوبك ياخد شوية من الهواء، هتلاقيه نشف وبقى حلو جدا. معايا هنا حمص شام ربع كيلو. أنا نقعته قبلها بساعة في مية سخنة وبعد كده حطيته في الحلة اللي انتوا شايفينها دي، وعليه معلقة صغيرة من الملح وعليه مية سخنة، واحطه على النار لمدة ساعة يتسلق معايا. زي ما انتم شايفين ده شكل البصل بعد اما شم الهوا كده على الرخامه، بدأ يقرمش وبقى جميل. نيجي بقى للرز والشعريه. هجيب معلقتين كبار من الزيت اللي احنا قلينا فيه البصل، واحط عليه كوبايه الا ربع من الشعريه وهبدأ اقلبها لحد ما تاخد لون. الخطوه اللي احنا فيها دي تقدري تعملي المقادير اللي انت حباها. انا هقول لك مقدار كل كوبايه رز هتاخد قد ايه ميه. معايا هنا كوبايه من العدس. انا نقعته قبلها بساعه وبعد كده يا دوبك صفيته ونزلت عليه بالشعريه اللي اخدت لون وقلبته تقليبه بسيطه خالص. ومعايا هنا 3 كوبايات من الرز المغسول. انا ما نقعتوش خالص، انا يا دوبك غسلته وشطفته شطفه بسيطه وصفيته ونزلت عليه بالعدس والشعريه وهقلبهم تقليبه بسيطه. وبعد كده هنبدا نحط التوابل بتاعتنا. توابل الرز بسيطة جدا، معلقة صغيرة من الكمون ومعلقتين صغيرين من الملح وبس كده. وهنحط مقدار المية بتاعنا. لكل كوباية من الرز المغسول عليها كوباية ونص من المية، وكل كوباية من الشعرية عليها كوباية زيها من المية. بالنسبة للعدس احنا سالقينه اساسا، قصدي احنا نقعينه قبلها بساعة، فمش هيحتاج نعمل له مقدار مية نهائي. تعاملوا على ان العدس ده مش موجود من خالص. يعني هتحطي بس الميه على قد مقدار كوبايات الرز اللي انت مستخدماها وعلى قد مقدار الشعريه اللي انت مستخدماها. انا يا دوبك كده نزلت عليها بالميه السخنه وسبتها تغلي لحد ما تتشرب معايا. اول ما بدات تشرب الميه من فوق وبدا الميه تختفي معايا، هبدا احط الشياطه بتاعتي تحت النار واوطي النار شويه صغيرين واسيبها لمده 5 دقائق. زي ما شايفين كده سبتها 5 دقايق، الرز طالع مفلفل وجميل جدا واستوى معايا. كده هنركن الرز ده بقى على جنب ونبدأ نعمل الصلصة بتاعتنا. هاخد معلقتين كبار من الزيت اللي احنا قلينا فيه البصل، وبعد كده هنزل عليهم ب3 فصوص من الثوم متقطعين صغير ومعلقة صغيرة من الكزبرة. زي ما انتم شايفين كده هنبدأ نقلبها تاخد يا دوبك لون الأشقر الفاتح خالص. وبعد كده هننزل عليهم بمعلقة كبيرة من الخل. هتحسي كده بريحة الطشة بتاعة الفتة، هتلاقي الريحة جايبة آخر الشارع. هتدي ريحة جميلة جدا وهتشمي ريحة صلصة فظيعة. معايا انا بقى كيلو من الطماطم، يا دوبك عصرتها في الشفشق بتاع اسمه ايه ده الخلاط بشوية مية صغيرين. احنا عايزين الطماطم تبقى تقيلة. وبعد كده نزلت عليها بمعلقتين صغيرين من الملح ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر ومعلقة صغيرة من السكر علشان الحموضة والحمو اللي بيحصل من الصلصة دي. جربيها على ضمانتي هتعجبك جدا. ونقلبهم مع بعض وهنسيبهم يتسبكوا على النار لحد ما تتسبك وتتقل معايا تبدأ تقصر. تعرفي ازاي بقى ان هي اتسبكت معايا؟ هتلاقيها كده لو هي ملو الحلة خالص هتلاقيها بقت في نص الحلة. معايا هنا بقى ميه بتغلي محطوط عليها معلقه من الزيت اللي احنا قلينا بيه البصل ومعلقتين من الملح. زي ما انتم شايفين ده شكل الصلصه بعد ما استوت. حطيت عليها بقى هنا ايه الميه دي، حطيت عليها 400 جرام من المكرونه. استخدمت المكرونه الصغيره والمكرونه الاسباجيتي. يا دوبك قعدوا 10 دقايق على النار وبعد كده صفيتهم وحطيتهم في حله ونزلت عليهم معلقتين كبار من الزيت اللي احنا قلينا بيه البصل عشان كله ياخد من طعم بعض ويبقى جميل. نيجي للدقه بتاعتي. معايا هنا نص راس تومه، معلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره من الكزبره، معلقه صغيره من الكمون. وهبدا
هقلبهم مع بعض لحد ما يتفرموا تماما، وبعد كده هنزل عليهم بعصير ليمونة كاملة. دي الدقة اللي احنا بناكلها في محلات الكشري وبتطلع طعمها جميل جدا. هننزل بعد الليمونة دي بنص كوباية من الخل ونص كوباية من المية، وكده الدقة بتاعتي بقت جاهزة. هنحطها بقى في طبق التقديم بتاعتنا اللي احنا هنستخدمه، وهنحطها ونركنها على جنب. فاضل بقى معايا الشطة اللي احنا بناكلها في محلات الكشري. انا كده عملت كل الخطوات اللي احنا بنعملها، هتدوقي احلى كشري في حياتك، وجربوه على ضمانتي. وفي انتظار تعليقاتكم وارائكم في الكومنتات تحت. نيجي بقى نعمل الشطه بتاعتنا. معانا ربع كوبايه من الشطه، طبعا لازم تكون شطه حاميه. هنزل عليهم بمغرفتين او كوبايتين من الصلصه اللي احنا لسه عاملينها حالا ومسبكينها زي ما انتم شايفين كده. هنحطهم على الشطه، وبعد كده هرفين الزيت اللي احنا قلينا بيه البصل، هناخد منه 3 معالق كبار. طبعا انا في التصوير ما بانش غير معلقه، بعتذر، ولكن انا خدت 3 معالق كبار من الزيت ده، ومعلقتين كبار من الدقه اللي احنا لسه عاملينها، وهنبدا نقلبهم على بعض. وبكده الشطه بتاعتي بقت جاهزه. نيجي بقى نغرف الطبق بتاعنا. طبعا الطبقات بتاعتنا هنحط الرز والعدس اول طبقه، وبعد كده طبقه المكرونه، وبعد كده طبقه الحمص، وطبقة البصل آخر حاجة. وهناخد شوية من الصلصة كده على الوش، وبعد كده نحط الدقة بتاعتنا. وبألف هنا وشفا. يا رب الوصفة تكون عجبتكم. لو عجبتكم الوصفة متنسوش تعملوا لايك، وفي انتظار تعليقاتكم. باي باي.